محبة لرسول الله، وهي نعمة كبرى وتوفيق عظيم أن نكون ممن يبرز هذه المحبة في هذه الليالي المباركة، محبة لرسول الله وللصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. باب إلى رسول الله وباب إلى أهل البيت يمر من خلال الصديقة الطاهرة، فإن رضاها هو الرضا، وإن غضبها هو الغضب، أو سخطها هو السخط. محبة لرسول الله وللصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها عنوان الشفاعة في يوم القيامة، نبرزها ونبينها بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحبة لإمام زماننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن نرقى جميعا إلى مستوى أن نكون ممن يحب فعلا إمام زمانه، محبة لإمام زماننا ووفاء لذكره، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الأوفياء الثابتين على هذا الذكر وعلى هذا العهد، وتعجيلا لفرجه الشريف، وهو المعنى الذي اشتاقت إليه أنظار الأنبياء منذ الأزمنة السابقة والمؤمنين حتى يومنا هذا، ذلك الفرج الذي سوف تعلو فيه راية الحق ويزهق الباطل، تعجيلا لفرجه صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك نظهره برفقة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا شكرا على هذا التوفيق وهذا التسديد وهذه النعمة الكبرى أن نكون في هذه الأيام في خدمة رسول الله، في خدمة أهل بيته، في خدمة شيعته، نردد ذكرهم وفضائلهم وندعو إلى ما يدعون إليه وننهى عما نهوا عنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأقدس موجوداته، من لأجله ولأهل بيته خلق الورى، ذلك الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين الشفعاء في يوم الدين، لا سيما إمام زماننا ولي نعمتنا صاحب الفضل علينا الحجة بن الحسن العسكري
صلوات الله وسلامه عليه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الحديث والكلام ونحن نستقرئ كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته لنتعرف زماننا ونتعرف أحوالنا ونتعرف دنيانا وآخرتنا. الروايات وصفت زماننا بأنه زمن الابتلاء وزمن المحن والزمن الذي فيه تختلط المقاييس بل تنقلب المقاييس، وهذه طامة كبرى. لذا نحن نريد أن نلجأ إلى كلمات رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، أن يا سادتنا علمونا، عرفونا، بينوا لنا ماذا نفعل في هذا الزمان. بعض النصوص أن الانقلاب في مواقف الإنسان والمتدين وحتى من هم في مقدمة القوم مسألة يتفاجأ بها الناس في آخر الزمان. لذا نريد أن نقرأ حال زماننا وحالنا كيف يكون وماذا يجب أن نفعل. بعض الروايات، بعض النصوص تعلمنا بالنموذج الذي سوف ينجح في آخر الزمان. هناك بعض النماذج، بعض الشخصيات رسول الله صلى الله عليه وآله أوصانا أن هؤلاء هم الذين ينجون في آخر الزمان، لأنه النجاة والفتن شديدة أمر صعب جدا. أنا أثبت هذا المعنى حتى نلتفت في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه وهو ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض من هذه الروايات أنا نقلتها في مجالس سابقة. اليوم أقرأ الرواية كاملة. أن الإنسان المؤمن كيف حاله في آخر الزمان وماذا يمثل في آخر الزمان. يعني لو افترضنا أن أحد من الجلاس هنا تنطبق عليه مواصفات الإيمان العالي، هذا ماذا يمثل عند الله وعند رسوله؟ نحن نريد أن نعرف. قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في يوم من الأيام وعند جماعة من أصحابه جالسين، وهذه يتعمد رسول الله صلى الله عليه وآله في ذكرها، يعني يريد أن يوصل خطاب. نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض النصوص أصلا خاطب أهل زماننا، لأن الكلام منطبق عليهم.
أن اسمعوا والتفتوا إلى هذه المسألة المهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه، جماعة من أصحابه جالسين، وإذا برسول الله فجأة يذكر هذا الكلام: اللهم لقني إخواني، مرتين، يعني ذكرها مرتين: اللهم لقني إخواني، اللهم لقني إخواني، رأسا بدون مقدمات. رسول الله ما يتكلم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أكو شيء في هذا الكلام يريد أن يوصله للي يحيطون به. فقال من حوله من أصحابه، هذا يسموه بالنحو عندنا استفهام استنكاري، يعني يقول له إنه هذا الكلام اللي تقوله أنا مو من هذا العنوان، أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ ما قال لي، كأنما شافوا الخطاب موجه لغيرهم والحال هم جالسين بجنبه. أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال لا. انتهت بعد، أنتم هاي الصفة مو أهل لها، هاي مو لكم. طيب، قال لا إنكم أصحابي. الآن ما تدخل في الأصحاب، ممكن حتى أن يكونون غير ملتزمين، لأن الصحبة لا تعني الانضباط، لا تعني الالتزام، لا تعني الإيمان، ممكن حتى تعني الكفر. الصحبة هاي معناتها. أما إخواني لا، هذه فيها معنى آخر. إنكم أصحابي. طيب يا رسول الله، من إخوانك؟ قال إخواني قوم من آخر الزمان. تلاحظون هذا الخطاب ايش قد يعبر، ايش قد مئات كم قرن يعبر، حديث يعبر قرون متعددة حتى يحط في أيامنا هذه. قوم من آخر الزمان. ما هي مواصفاتهم يا رسول الله؟ والآن انت باوع حالك واسمع هذه الرواية، هذا الخطاب موجه لك أم لا؟ قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني. يعني ايش قد إيمانهم راقي، ايش قد عندهم يقين قوي بحيث آمنوا بي وما رأوني، تعلقوا بي وما رأوني. ولعله ناس بجنب رسول الله يدعون الإيمان ولكن ما آمنوا به. تلاحظون المعنى؟ قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني لقد عرفنيهم الله. اسمع، عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم، حتى نعرف قيمة هذا الانتماء إلى رسول الله وإلى أهل البيت. يعني من سعادة المرء، من سعادة الإنسان في هذا الزمان وهذا الضجيج وهذا اليأس والقنوط اللي يعيشوه بعض الناس والإحباط اللي يعيشوه بعض الناس، من أنه هذا زمان لا خير فيه. رسول الله يبشرنا: قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني. أعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم.
في زمان آخر الزمان ما هي مواصفات الشخص اللي رسول الله عبر عنه أنه أخ له. عنوان عظيم جدا. هذا الإنسان وهذه الشهادة تساوي كل الأوسمة. لو هاي الدنيا برمتها تعطيني كل أوسمة الفخر، ما كان عندي أفضل وأحسن وأعلى وأكثر قيمة مما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لي الشرف وأفتخر أن أكون ممن ينسب إلى رسول الله بهذه المواصفات. حتى نعرف، نريد أن نكسر حواجز الانتماء إلى رسول الله. بعض الأحيان إحنا نحتاج أن نتنبه إلى أننا أمام دين عظيم، ارتباط عظيم، علاقة بهذا المستوى ترجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي مواصفات إخوان رسول الله في آخر الزمان؟ حنعبر التعبيرات. إخوان رسول الله في آخر الزمان له مواصفات. ونتمنى أن نكون نحن بهذا المستوى الذي سوف نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: لأحدهم، كل واحد من عذر، أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء. هاي صفة أشرح لك إياها، بس هاي صفة أولى أو تعريف أول. تعريف الثاني: أو كالقابض على جمر الغضب. هذا تعريف ثاني. أولئك، لاحظوا العبارة، احنا بعض الأحيان يصير عندنا قلق من المستقبل. بعض الإخوة عندما يكون عندي حوار وكلام معهم أجد عنده قلق من المستقبل. باكر شو يصير ما أدري، وإحنا شو نسوي ما أدري. هكذا أكو قلق، ما يدري باكر إيش راح يسوي. ويا حالة طبعا قد تكون من باب الإيمان والتدين، لكن يحتاج أن يرجع إلى كلمات رسول الله، يجد الأمان والاطمئنان في هذه الكلمات، يدلينا الطريق ويوصلنا للنتيجة اللي يريدها من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، تدخل على قلبنا الاطمئنان. نحن بحاجة أن نعيش الاطمئنان في ظل كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك مصابيح الدجى، ذولا اللي يلزمون القابض على دينه كجمرة الغضاء، ذولا مصابيح الدجى. هنا الدجى المعنوي. إخوان، أكو ظلمة معنوية أخطر من الظلمة الحسية، أنه في قلبه والعياذ بالله عندما لا يكون هنالك علم حقيقي ينير له الحقيقة، يعيش في مطبات وظلمات. كيف يجيب اليمين على اليسار واليسار على اليمين؟ لكن يقرأ كلمات رسول الله، يصير عنده علم. كلامكم نور، والنور تطرد الظلمة. أولئك مصابيح الدجى. شنو جائزتهم؟ هذا ضمان المستقبل. رسول الله راح يعبرنا في التعبير بها ضمان المستقبل. أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة. وهي علامات أو كلمات
الفتن والابتلاء في آخر الزمان. الفتن في آخر الزمان صيخاء صيلم، فتنتها تأتي كنملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة ملساء. من يحس فيه؟ هذا فتن آخر الزمان هذا. وإلا الآن تتلاحظ بعض الناس إنسان متدين ما مستفيد من دينه، عنده دين ملتزم لكن ما مستفيد من دينه. يعني هاي القاعدة ما موجودة عندنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا المعنى ما موجود. إذا أكو خلل. كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله تصلح لنا هذا الخلل، تنورنا، تهدينا للطريق. إذن أولئك مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة. الآن نرجع للمواصفات. لأشدهم بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء. القتاد هذا السل اللي داير مداير الورد، السل اللي داير مداير الورد اللي يصير مثل الأبر، مثل الشوك. خرط القتاد أن تلزم الوردة وإيدك تشلع هذا السن، فهاي ايدك تتجرح. تلاحظون شلون وصف؟ فهذا الانسان المتدين في اخر الزمان هذا حاله، لازم دينه وايده مثل ما تشلع هذا والدمايات تجري من عنده، وهو لازم دينه ومعتز به. او كالقابض على جمر الغضاء. جمر الغضاء شنو؟ الغضاء نوع من الخشب بصفته. الصفة الأولى من يشتعل يصير شديد الحرارة، بعد ومن يصير به النار بطيء الانطفاء، ما ينطفي بالعجل، هم نار قوية وهم ما ينطفي بالعجل. إنسان يمسك بجمرة يمسك ما عارفها ما زازمها. وواقع الحال واقعنا فيه الآن في زماننا وأيامنا الإمساك بالدين مصيبة، يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. وإحنا إن شاء الله من علامات وبداية علامات التوفيق أن يكون عندنا رغبة أن ننهض بهكذا مجالس. هذا أول الخير، هذا أول التوفيق، أن نهتم بهذه المراسيم، هذا الانتماء بالرغم من الدنيا. الآن على خلافنا، الآن أنت تريد تطلع برا، الآن المعارضة من الشارع، من الناس، من اللباس، من الكلام، من الأكل، من الشرب اللي يتناولوه بالخارج، كله يعارض ما تريده أنت، وأنت في هذا المكان ثابت. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن نقيم، نعطي لهذا التوفيق حقه حتى يبرز في حياتنا، حتى نستشعر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنسان المؤمن حاله حال كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يخاطب عمار. لاحظوا العبارة، هاي القابض على جمر الغضا أو خرط القتاد في الليلة الظلماء. ممكن أن نفهم من هذه العبارة
وهاي أيضا الوصية يا إخوان، هاي إلنا أيضا، حتى نحن في هذا الزمان خطابها موجه إلينا، نحن مخاطبين بهذه الكلمات. رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب عمار بن ياسر، أول مرة يبين له الحقيقة، بعدين يطلب من عنده، قال: يا عمار، لو رأيت الناس سلكوا واديا، هذه الناس ألف واللام هنا شيلها وحطوا مكانها كل، يعني لو رأيت كل الناس سلكوا واديا، لو رأيت جميع الناس سلكوا واديا، وسلك علي واديا، بعد هنا كل الناس بالشهادات، بالأموال، بالمناصب، بالقوة، كل العناوين، عندما تريد أن تختلف مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا قيمة له. لو رأيت الناس سلكوا واديا ورأيت عليا سلك واديا فاترك الناس واتبع علي. هذا هو معنى الإنسان الذي يقبض على دين، هو بمعنى من يقبض على جمرة الغضب. السبب اللي يتحول الإنسان المؤمن في آخر الزمان بهذا المعنى، هذا أيضا يهمنا أن نعرفه. يعني ليش المفروض الإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى وياه، أهل البيت وياه، التقدير القضاء والقدر وياه، عند الدعاء بمعنى السلاح، كثير من الإمكانات الله سبحانه وتعالى أعطاها للمؤمن. لماذا؟ القابض على دينه كالقابض على جمرة القضاء. ما هو السبب؟ واحنا نحتاج أن نعرف حتى نفهم أن المشكلة وين. يعني بعض الناس قد يتصور هو المشكلة عنده، أو المشكلة في جماعته، وحتى بعضهم يتجرأ أنه المشكلة مثلا في ديننا في مذهبنا ويتطور. لا، يعني هذا الجهل إخوتي الأعزاء، إنسان ما عنده علم يقوم يفسر الكيف. بالأمس احنا ايش عبرنا عنه؟ يجتهد من عنده، هذا غلط. يعني بعض الأحيان الإنسان قد سؤال واحد يسأل عنه يسمع الجواب يحل كل المشكلات، كل الإبهامات اللي عنده. بعض الناس لا يسأل، لا يحضر مجالس، لا يستفسر، لا يستفيد، ويريد يعلم ويريد يدري كل شيء. شلون هذا؟ ما يصير. والحال انه الكلمات اهل البيت زاحموا لركبكم العلماء، اسالوا. النجاة في السؤال ومعرفة الجواب. الانسان خصوصا الان في وضعنا هنا بعض الاحيان ما يلقي الوقت يطالع الكتب ويقرا المصادر العلميه ويفهم الايات ويفهم التفسير ويفهم الروايات ويطبقها على علم النحو، علم المنطق والفلسفه، من هاي الامكانيه. احنا في الحوزه يدرسون لنا 16 علم، 16 علم حتى تفهم كلام الناس. وبعض الناس يريد يفتهمها يقرا له ايه ويقرا له حكايه، وبرات يلزق حكايه منا وحكايه منا، وانا يقوم يحلل بعد ويرتب ويستنتج ويستنبط حكم، يستنبط حكم شرعي. هذا احنا شيء يسرنا
أن تلقى لك واحد يحفظ آيات وروايات كلش حلو، إنسان يعني هذا دليل اهتمامه، دليل فهمه، دليل إدراكه، لكن هذه المسألة ليست بهذه السهولة. هذه يراد لها مكان خاص، جلسة خاصة، مراسيم خاصة، هاي الخطب، محاضرات، جلسات، من أجل أن نفهم. وأخطر حالة أن الإنسان من يحضر لحظة هاي المسألة ممكن أن نجدها عند البعض، من يحضر له مكان حكي بيه عن الدين وعن الالتزام وبيه تعريف عن العقيدة، تحسه ايش وقت يخلص حتى ما يرتاح. بينما خلي يقعد مجالس تمر ساعات وهو ما حسب الوقت، هاي مو خوش حال. انت على الاقل ساوي عداله خلي تصير. صحيح الانسان بعض الاحيان ما له خلق يتعلم، هاي موجوده. اكو بعض الناس يقول لك انا بعد وين بي حيل انا اتعلم، انا منين بخلق اصلا ما يخالف. لكن هكذا مجالس لا تفوت، خصوصا قاعد تقام وهناك مكان مخصص وجلسه واجتماع وانس، خلي يصير مواظب على هذا. مثل ما نفسك لها عليك حق كذلك دينك له عليه حق. المهم نريد نعرف شنو الاسباب اللي تتحول حياه الانسان المؤمن باخر الزمان الى حياه صعبه. جمله من الروايات تبين لك السبب. لاحظوا الان، شوفوا الربط. انتقلنا اول مره عرفنا ما هي مواصفات الانسان اللي رسول الله صلى الله عليه واله يعبر عنه انه اخواني. واقع الانسان يا ريت نكون بهذا المستوى، ان ننسب الى رسول الله بهذه الصفه، واقعا توفيق من الله سبحانه وتعالى. خصوصا شوف انت بعض الناس للاسف اكو بعض الانحرافات والعياذ بالله، مو فقط واحد ما شاء الله واحد يجر الثاني، نستجير بالله. لذا انا ادور كيف اتصل بهذه الصفه. اكو مشاكل تصير في اخر الزمان هي اللي تخلي الانسان دينه من يلزمه مثل ما يمسك بجمره الغضب. واحده من هذه الاسباب ايضا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه واله. ايضا هاي الروايه لعل بعض من عندنا ذاكرها في مجالس سابقه. هاي تفسر، هذه الروايه تفسر لماذا الانسان المؤمن في اخر الزمان يعيش معاناه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والحديث مع سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. رسول الله في بعض الروايات كأنما هو يبادر، يعني هو يثير المسألة أو يثير السؤال أو يتكلم ببعض الكلمات يخلي اللي من حوله يسألون ما تقصد يا رسول الله. نفس الرواية السابقة بدون مقدمات إيه الإخوان. كذلك في هذه الرواية الثانية الخطاب يوجه إلى سلمان، كيف بكم؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله كلامه مع سلمان بعد ما انتشر الإسلام واهتدى الناس. إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلوا أفواجا كلهم صاروا مسلمين. بعض الأحيان الإنسان يشوف الحمد لله الإسلام انتشار وصار قوي، وهو في هذا التصور
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم؟ رأسا شيء عجيب. كأنما اللي أنا أشوفه لا إيمان ودين وتدين والتزام، هل ممكن أن ينتقل يصير غير هذا؟ قال: أو يكون هذا يا رسول الله؟ كأنما استنكار، ما مصدق. يعني يصير في المجتمع الإسلامي تفسد النساء ويفسق الشباب؟ قال: بلى، إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عنه. لأنه شنو اللي يكون صمام الأمان للناس؟ الناس إذا ما يلقون واحد، احنا مو نريد نقول شارين السيوف ونحاسب الناس ونطبر الناس، لا، على الأقل نذكر. أو يكون هذا يا رسول الله؟ قال: أشد من ذلك. عجيب، بعد أكثر من هذا يصير؟ قال: وأشد من ذلك. كيف يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أيضا التعجب بعد. أو يكون هذا يا رسول الله؟ شيء لا يصدق. معقولة ناس مؤمنين متدينين تنقلب عندهم المقاييس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؟ قال: وأشد. كيف يا رسول الله؟ قال: إذا نظرتم إلى المنكر معروف وإلى المعروف منكر. القابض على دينه كالقابض على جمرة الغضاء. إذا انتهت المقاييس بهذا الشكل، انقلبت المقاييس بهذا الطبع، تتحول حياة إلى الدين يصير به صعوبة، الملتزم يصير دين عليه به ثقل، يتحمل في شيء. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللي في هذه الظروف الصعبة، اللي في هذه الظروف الصعبة يمسك بدينه، الله جل وعلا ينجيه من كل فتنة، ما يقع في فتنة أبدا، بس خليه يصير جريء ويلزم دينه. الله هو الكافل بحفظه وحفظ عائلته وحفظ أهله. إذن أكو سبب يخلي الحياة في آخر الزمان صعبة، لأن المقاييس تنقلب. مو الإمام سلام الله عليه إذا جاء ماذا يفعل؟ جاء بدين جديد على العربي شديد. دين جديد كيف؟ يعني احنا الدين الحقيقي هاي مشكلة زمن الغيبة ودخول تيارات الكفر والإلحاد والانحراف خلت العرف العام عرف معوج. الآن أنت تقدر الآن تخاطب العالم تقول لهم: يا ناس مثلا امشوا على الطريق الصحيح، ما حد يقبل من عندك. الانحراف الآن أصبح هو الأساس. ولذا من يظهر الإمام سلام الله عليه يأتي بدين جديد. إذا عرفنا شنو السبب. أكو مقاييس منقلبة في آخر الزمان هي تؤدي إلى هذا المعنى، أنه المؤمن اللي هو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: هذولا إخواني يعيشون هاي المعاناة. السبب أنه المقاييس والمعاني والأفكار بين الناس في آخر الزمان مقاييس منحرفة. حتى نعرف يعني أنت الآن تنطبق هاي ماكو القاعدة الآية المباركة: وأكثرهم للحق كارهون. ليش أكثرهم للحق كارهون؟ هذا الكره منين يجي؟ لأن هو غلطان، هو بيعيب. من تجيب له الحق هو مو من أهل الحق، فتصير علاقته مع الحق ما يحب أنه يعرض نفسه على الحق. ليش؟ يدل نفس القصد. حتى أكو بعض الناس يسولفون قصص على أنه بعض الناس
من يجيبون طاري مثلا الإمام سلام الله عليه، أنه من يظهر وينشر العدل ويملاها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وزورا، وهذا الحديث ما يشارك به. ليش؟ ما يشترك لا بدعاء الندبة، لا يشترك بالأدعية، ولا يقرأ دعاء أحد، وما كان هذا حديث مو يمه، مع أنه هو إنسان متدين. ليش؟ لأن بين ما بين نفسه مقصر. من يذكر الإمام بعد الحق والعدل وياه، يعني باكر إذا يظهر هو يحاسب، لذا حالة نفسية تصير عنده أنه يبتعد عن ذكر الإمام، وأكثرهم للحق كاذبون. واحدة من معاني من أسماء إمام زماننا سلام الله عليه اسمه الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، المنتقم لدين الله في آخر الزمان. إذا عرفنا أكو أسباب تخلي الإنسان المؤمن يعيش هاي المعاناة. بعد أكو تتمة، ما أدري الأخوة لعله اليوم تعبتهم، والبحث يحتاج أن ننشد. أنا أدري النفس بعض الأحيان يراد لها هاي ساعة، أقل من ساعة تعيش مع كلمات أهل البيت، كلمات الحق. أقف أمام الحق حتى أعرف نفسي، حتى أنظر إلى مشكلتي أن تكون. وإلا الإنسان بنص من الليل قاعد ومستانس، هذه المعاني العظيمة متروكة، قطعا يصير الإنسان هنا متخلف عن الحق، بعيد عن الحق. الوقت أخذنا ولا يزال هناك بعض النصوص أنا أأجلها إلى وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى واقعا أن يوفقنا لهذه المعاني العظيمة. سرورنا كبير أن ننسب في يوم من الأيام إلى رسول الله، نحن إخوة لرسول الله كما هو يقول صلى الله عليه وسلم. طبعا معنا وتوفيق عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق له. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.